لو الحكاية فيها إن فيتو في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة والنصب التذكاري وغيره، وقد سالمنا الداخلية وسالمنا الجيش وكنا أنها سلمية، ودفعنا من الدماء ما دفعنا، ودفعنا من تهجيرنا ما دفعنا، حتى سئمنا سلمية الإخوان. نحن لسنا إخوان، وسئمنا سلميتهم في المسيرات وغيرها. نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة. هذا ما نملكه على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع اقسامها. إنكم مستهدفون، هذا ما سنقوله، إنكم مستهدفون لما فعلتموه فينا، ولم تتقوا الله عز وجل، ولم تراعوا أننا إخوانكم، ولم تراعوا أي شيء بيننا وبينكم، فسفكتم الدماء وسرتم عليها واغتصبتم النساء، بل وحبلتم نساء المسلمين، ثم لا معترض منكم ولا محاسب، لأنكم انقلابيون، ولأن هذا الجيش جيش كامب ديفيد بما فعله في المسلمين وما يفعله في المسلمين 60 سنة لم تطلق طلقة على اليهود. أول ما جاي يضرب نار ضرب في أهله، ضرب في إخواته، ضرب في ناسه. من 60 سنة ماذا فعل الجيش؟ حياتنا كلها هباب في هباب في هباب في هباب، فقر في فقر في فقر في فقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشعب يدفع الثمن، والشعب يدفع الضريب. فلا بد أن تنتصف فئة تردهم عما فعلوه، ترد عما فعلته الداخلية خاصة. هم نسوا درس يوم 25 يناير ويوم جمعة الغضب 28 يناير، نسوا ما فعله الشعب بهم، فلم يصالحوه بل نصابوه عداوة. ليه؟ فاكرين ان الجيش هيحميكم؟ طيب براحتكم، وانتم فعلتم، وانتم اجبرتم ناس مسالمين امثالنا على حمل السلاح. نحن لا نريد حمل سلاح، انتم اجبرتمونا على حمله للدفاع عن انفسنا، للدفاع عن نسائنا، للدفاع عن هذه الارض. نحن نحب الخير لمصر، ونريد الخير لمصر، ونريد الخير لهذا الشعب، نريد عدلا، نريد مساواة، نريد تقوى، نريد تقوى في هذه البلد. احنا عايزين الخير لمصر والله، ونضع هذا السلاح من ايدينا ونسلمه للجيش ايضا اذا كان الجيش يتقي الله عز وجل. اما الجيش يدعم الداخليه لقتلنا، ويدعم الداخليه لاغتصاب النساء، ويدعم الداخليه لحفلات التعذيب وما اكثرها على اليوتيوب والنت، حفلات تعذيب في جميع اقسام مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما نقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في السلمية مع الداخلية، ما في سلمية مع الداخلية، ما في سلمية مع الداخلية. تكبير! الله